في جمهورية مولدوفا الولايات المتحدة الأمريكية بتنضم للنزاع المعروف باسم حرب ترانسنستيريا، وبعد هجوم شرس بالذات جندي أمريكي بينفصل عن فرقته والمفروض يستنى الدعم، لكنه بيقرر يدخل المبنى اللي جنبه لوحده. وهو لابس النضارة بتاعته اللي بتشوف أطياف الضوء المختلفة بيلاقي مجموعة جثث في الضلمة شكلهم كأنهم ماتوا متجمدين. وكل ما بيدخل جوه المبنى الجندي بيتصدم لما بيلاقي شبح شفاف على شكل إنسان، والشبح ده ما بيقدرش يشوفه غير وهو لابس النضارة. كل اللي بيشوفه الجندي بيتنقل للقاعدة، بس قبل ما الجندي يقدر يسأل عن أي معلومات الشبح بيعدي من خلاله وبيقتله في ساعتها. وفي الوقت نفسه في أمريكا مارك دكتور شغال في وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للدفاع بيجمع قطع علشان يخلص أحدث اختراع ليه، وهو عبارة عن آلة قادرة على تكسير المواد بالموجات بس. وأخيرا خلصت الآلة ومارك بيعمل عرض خاص للمسؤولين الكبار، واللي طلبوا منه فورا يبدأ يختبرها على البني آدمين علشان يشوفوا إمكانية استخدامها كسلاح. مارك مش عاجبه فكرة إنه يستخدم العلم علشان يأذي الناس، بس مديره بيفكروا إنهم شغالين لصالح الحكومة وده النظام. وبمناسبة الحكومة جت أوامر من الجيش بتطلب من مارك يسافر لمولدوفا علشان يشوف مشكلة عندهم بخصوص النضارة اللي هو اخترعها. وبعد شوية مارك بيوصل للقاعدة الأمريكية في كيشيناو وبيتقابل مع الجنرال أورلاند والضابطة فران من وكالة المخابرات المركزية. أورلاند بيوري مارك تسجيل فيديو للشبح اللي النضارة صورته قبل ما الجندي يموت على طول. مارك بيلاحظ حاجة على الشاشة قبل ما الشبح يظهر مباشرة، وأورلاند بيشرح إن كاميرات المراقبة بتاعتهم بتحس بالحاجات دي كذا مرة في آخر 3 أسابيع. في الأول كانوا فاكرين إنه تشويش، بس بعد كده أحسن جندي عندهم مات، فواضح إن في حاجة تانية بتحصل. ولما عملوا تشريح للجثة اكتشفوا إن الأعضاء الداخلية متجمدة بس الجلد محروق ومتآكل. وفي الأسابيع اللي فاتت كانوا بيلاقوا جثث تانية ماتت بنفس الطريقة. وجهة الاتصال بتاعتهم في الجيش المولدوفي الحليف معاهم مش عارفة أي حاجة عن الموضوع ده. بعد كده شوية مراهقين كانوا بيرسموا على الجدران كلمة إبادة جماعية أراتاري في أماكن القتل، والأراتاري دي أسطورة محلية بتشير لأشباح الحرب. وكالة المخابرات المركزية فاكرة إن دي تكنولوجيا إخفاء متطورة، بس ده مش بيفسر موت الجندي برضه. مارك عاوز يشوف الأشباح دي كويس قبل ما يطلع بأي نظرية، وبيكشف إنه جاب معاه كاميرا بتشوف أطياف الضوء المختلفة بشكل أكبر، ودي نسخة أقوى من النضارة وبتقدر تشوف أعمق في طيف الضوء. أورلاند بيوافق إنه يبعت مارك مع فريق من قوات دلتا في مهمة ميدانية علشان يدوروا على فريق تاني اختفى قبلها بيوم. مارك بدأ يشتغل على تركيب الكاميرا فوق عربية عسكرية، وده بيخلي الجنود يتريقوا عليه علشان بيبوظ لهم أسلحتهم. الكابتن كابريرا صديق قديم لمارك بيزعق للفريق فورا وبيفكرهم إن الناس بتوع مارك هم اللي عملوا العربيات دي أصلا، والرائد سيشنز مش عاجبه فكرة انهم ياخدوا مدني معاهم، وبيخلي مارك يقسم ان المرة دي الآلات بتاعته هتحميهم احسن. وبعد شوية المجموعة بتتجمع علشان تشوف تفاصيل المهمة. الفريق التاني اختفى في مبنى سكني مكون من 5 أدوار وفقدوا الاتصال بهم امبارح، فهيدخلوا منطقة تحت سيطرة المتمردين، علشان كده لازم يكونوا مستعدين للقتال، ولو قابلوا الظواهر الغريبة لازم يقضوا عليها. بس الأولوية دلوقتي هي إنقاذ الناجين والخروج. فران بتقول لهم إن الظواهر دي غالبا جنود لابسين تمويه إلكتروني متطور ومش بتسمح لمارك إنه يصحح لها، وهي كمان جاية في المهمة. مهمة مارك بقى هي إنه يقعد في العربية ويراقب بث كاميرات الخوذة بتاعة الجنود. بعد كده الفريق بيوصل المبنى من غير مشاكل، وفي حين إن أول كام غرفة فاضية كل ما بيدخلوا أعمق بيلاقوا جنود ومتمردين ميتين بنفس الظروف الغريبة. كابريرا بيكتشف حركة على أجهزة الاستشعار والجنود بيقربوا من حوض مقلوب وبيزحزحوه علشان يلاقوا الرقيب كوموستوك مستخبي تحته. كوموستوك بيشرح ان باقي فريقه كلهم ماتوا وانهم هيلاقوا الجثث في الدور اللي فوق، وهو كمان خايف من حاجة شافها وبيحلف انها خارقة للطبيعة. الجنود بيتحركوا للدور اللي فوق فورا، وفي واحدة من الغرف بيلاقوا واحد من الاشباح دي. جندي بيفتح النار عليه ومش بيغلط ولا طلقة، بس الشبح مش بيتأذي وبيعدي من خلال الراجل وبيقتله في ساعتها. وبعد كده الشبح بيسيب الأوضة وبيهاجم بقية الفريق اللي كمان بيضربوا عليه نار بس من غير فايدة، وبدأوا يموتوا واحد ورا التاني. مارك عاوزهم يرجعوا، ولما فران بترفض علشان ما عندهمش معلومات كافية لسه، مارك بيقول لها انهم مش هيجيبوا اي حاجة في الوقت ده. على اي حال الجنود بدأوا يعتمدوا على القنابل اليدوية علشان يهاجموا، وكابريرا بيأمرهم يرجعوا. الناجين بيجروا اي حد ممكن يكون مصاب وبيستخدموا اسلاك علشان يتسلقوا من الشباك.
بس الشبح وراهم على طول هناك وبيفضل يقتل اي حد يقدر يوصل له. في النهايه كام جندي بس بيعرفوا يرجعوا للعربيه والشبح لسه ماشي وراهم، فمارك بيجيله الفرصه انه يستخدم الكاميرا واللي بتشوف اطياف الضوء بشكل اكبر علشان يسجل اكبر قدر ممكن. الشبح شكله زي البني ادمين وفي الواقع عنده وش بني ادم كامل كمان، وده محير مارك. كابريرا بيطلع علشان يهاجم الشبح هو كمان، بس ضربته كمان بتروح على الفاضي وبيموت هو كمان. على الأقل تشتيت الشبح بيدي وقت للجنود القليلين اللي فضلوا إنهم يسيبوا المبنى ويدخلوا العربية علشان يمشوا من المنطقة دي أخيرا. وهم ماشيين بالعربية مارك بيحاول يسأل كوموستوك عن اللي شافه. هو بيشرح إنه استخبى تحت الحوض لساعات وإنه شاف الشبح، بس قبل ما يقدر يقول أي حاجة تانية العربية بدأت تتهز وبتقع على الأرض، وبيطلع إنهم دخلوا منطقة ملغومة بالصدفة. كوموستوك بيخبط راسه وهو بيقع وبيموت، والسواقين كمان بيموتوا. مارك بيركز على استعادة الكاميرا اللي بتشوف أطياف الضوء بشكل أكبر، وبعد كده الكل بيجري على مصنع مهجور علشان يكونوا في أمان. وهم بيحاولوا يتصلوا بالقاعدة مع إن أجهزة اللاسلكي مش شغالة كويس. الفريق بدأ يناقش اللي حصل وأخيرا بيقتنعوا إن اللي شافوه مش تكنولوجيا بس، دي حاجة خارقة للطبيعة. مارك بيشرح إن الشبح كان شكله زي الإنسان، والطريقة اللي بص بيها عليه بتثبت انه واعي وبيفكر، بس هو لسه مش عارف ايه هو بالظبط. النظارات بتاعت الجنود كلها اتدمرت في الحادثه، بس مارك بيعرض الكاميرا اللي بتشوف اطياف الضوء بشكل اكبر علشان يشوفوا بره المبنى. بيكتشفوا ان في مجموعه من الاشباح بيحاولوا يهاجموهم بس مش قادرين علشان في دايره من براده الحديد محاوطه المبنى وبتاذيهم لو حاولوا يعدوها. الدايرة دي شكلها بتشتغل كحاجز ولازم يكون حد حطها هناك. في اللحظة دي بيسمعوا صوت جاي من أوضة تانية، بيضربوا نار على الباب علشان يفتحوه، وبيخضوا المدنيين في العملية دي علشان بيطلع انهم مجرد 2 أشقاء أبرياء، ساري وبوجدان، اللي ما بيتكلموش إنجليزي، بس فران بتتكلم لغتهم وبتعرف انهم لوحدهم هنا. في الأوضة دي الجنود بيلاقوا برج إرسال كمان، وده بيطلع إشارة ضخمة. أي حد على بعد 20 ميل هيسمع المحادثة بتاعتهم بما فيهم العدو، بس السيشنز بيقول ان دي فرصتهم الوحيده علشان ينجوا. والجنود بيحاولوا يتصلوا بالقاعده. مارك بيتكلم مع الاشقاء دول وفران بتترجم له. ساري بتشرح ان ابوها هو اللي حط الحاجز حوالين المبنى، وهي فاكره ان الاشباح دي ارواح تايهه محبوسه بين الحياه والموت ومش قادره تلاقي السلام. مارك عاوز يعرف فين الاب علشان يعرف منه اكتر، فساري بتسيب بوجدان مع الجنود وهي بتوري مارك وفران المكان. ساري ما بتقولش لاخوها الحقيقه لسه، أبوهم مات وهو بيركب الحاجز، وساري اضطرت تسحب جثته جوه. بوجدان فاكر إن أبوه بيدور على المساعدة. بعد كده مارك بيفحص الجثة وبيلاقي عقد عليه بلاطة سيراميك وخريطة المازاروف، ودي منطقة جنب النهر. ساري مش عارفة أبوها عرف إزاي عن الحديد، بس هي عارفة إن في مازاروف بدأت الأشباح تظهر. بعد شوية الجنود بيجيلهم رسالة من القاعدة بتأكد إنهم هيبعتوا طيارات هليكوبتر ودبابات علشان ياخدوهم من ساحة مفتوحة على بعد نص ميل من هناك عند الفجر. بعد كده الفريق بدأوا يتخانقوا إذا كانت دي فكرة كويسة ولا لأ، علشان مش هيكون عندهم غطا. بس مارك بيطلع بخطة بسرعة. في برادة حديد كتير في المصنع، فبيقدروا يستخدموها علشان يعملوا قنابل هتضر الأشباح فعلا. وهو كمان بيعدل الكاميرا اللي بتشوف أطياف الضوء بشكل أكبر علشان يخليها كشاف كبير هيكشف الأشباح في الشوارع. بعدين بيبعت التعليمات بتاعة التعديل ده للقاعدة كمان علشان المنقذين بتوعهم يقدروا يعملوا كام كشاف ويوصلوا بأمان. والكل شغال. ساري أخيرا بتقول لبوجدان الحقيقة وبتديله العقد بتاع أبوهم. وبعد كام لحظة بيسمعوا أصوات بره وبيستخدموا الكشاف الجديد علشان يكشفوا إيه اللي بيحصل. الأشباح تسلقوا المبنى اللي جنبهم وبينطوا على أسلاك الكهرباء علشان يعدوا الحاجز من غير ما يتأذوا. والفريق بيجهزوا للمغادرة فورا، وساري بتوريهم مخرج بديل من ورا، بس الأشباح ماشيين وراهم برضو. مارك بيوجه الكشاف ناحيتهم، ودلوقتي وهم ظاهرين للكل الجنود بيقدروا يضربوا نار على الأشباح بالرصاص اللي مليان حديد. الخطة بتنجح والرصاص ضر الأشباح فعلا، مع إن الصدمة ساعات بترجع الجنود لورا برضو. الجنود بيضربوا كام رصاصة زيادة علشان يعملوا شبورة حديد تسد الطريق، وبيضيعوا الأشباح مؤقتا وهم بيسمعوا تعليمات ساري علشان يوصلوا للساحة المفتوحة أخيرا. الفريق بعد كده بيستخبوا جوه أتوبيس مهجور، ومارك بيلاحظ إن الكشاف قرب يخلص شحن، وده معناه إنهم مش هيشوفوا أي هجوم جاي، وبيخافوا لما بيسمعوا صوت بيقرب. لحسن الحظ دي دبابات الإنقاذ جاية علشانهم، وجايين معاهم الكشافات بتاعتهم، ولما بيشغلوها بيكشفوا كل الأشباح المستخبيين في المباني اللي حواليهم وبيفتحوا عليهم النار فورا. والفريق لازم يسيب الأتوبيس بسرعة ويستخبوا بعيد عن الحطام اللي بيقع، وده معناه
إنهم مش بيلحقوا يوصلوا اكتشافاتهم للمنقذين في الوقت المناسب. الوافدين الجداد بيسيبوا الدبابات وبيروحوا ورا الأشباح بأسلحة عادية، وده طبعا بينتهي بموت معظمهم. الأشباح مش بس بيقتلوا الجنود، دول بيهاجموا الدبابات كمان وبيدمروا الكشافات، بس مش بيقدروا يعدوا من خلال الأجزاء السيراميك. ومارك لاحظ كده. بعد كده الفريق لازم يهربوا، بس مش لاقيين بوجدان. الولد بيدور على العقد بتاع أبوه علشان وقع منه بالصدفة، وساري بتحاول تلحقه، بس قبل ما تقدر توصل له الشبح بيعدي من خلال بوجدان. مارك بيتفقد الولد وبيتأكد إنه فات الأوان، وفران بتحضن ساري اللي بتعيط. الأشباح بدأوا يتجمعوا في نص المنطقة علشان يجمعوا قوتهم، واللحظة الفريق بيفتكروا إن كل حاجة انتهت. بس لحسن الحظ الطيارات الهليكوبتر بتنزل في الوقت المناسب، ومارك بيلاحظ إن الهواء اللي طالع من مروحة الهليكوبتر بيخلي الأشباح ما تقدرش تتقدم، فبيمسك كل قنابل الحديد اللي معاه وبيكسرهم على الأرض. الهواء بيودي برادة الحديد ناحية الأشباح وبيبعدهم وهم بيهربوا أخيرا. وأول ما الطيارات الهليكوبتر بتطير بيكتشفوا إنهم مش راجعين القاعدة، وده بسبب إن القاعدة اتعرضت للخطر، فبيروحوا ملجأ للاجئين بدل كده. ولما بيبصوا من الشباك على الشوارع اللي تحت بيلاحظوا إن الأشباح بينتشروا في كل مكان وبيسببوا فوضى في المدينة كلها. ولما بيوصلوا الملجأ الحراس بيوجهوا أسلحتهم ناحيتهم فورا، بس فران بتتكلم بلغتهم بسرعة علشان تعرفهم بنفسهم وبيسمحوا للفريق بالدخول. الجنود بيتفقدوا كل زاوية في الملجأ علشان يتأكدوا إن إجراءات الأمن تمام، ومارك وفران بياخدوا ساري علشان يشوفها دكتور علشان حتة شظية أصابت كتفها وقت الهروب. وعلشان يشتت ساري عن الألم مارك بيكشف إنه جاب العقد بتاع أبوها من بوجدان وبيديهولها. هو كمان بيسألها أسئلة أكتر عن أبوها وإيه اللي كان يعرفه عن الأشباح، بس ساري عارفة بس إنه كان بيعمل حاويات سيراميك لمازاروف، وهي محطة الكهرباء اللي الأشباح بيجوا منها. في اللحظة دي صوت خبط عالي بيرن بره، بس مش العدو، ده أورلاند اللي وصل مع الناس القليلين اللي نجوا من الهجوم على القاعدة، وجايين معاهم أكبر قدر ممكن من المعدات. أورلاند بيحكي لهم كل حاجة عن الهجوم اللي جاء من ناس مش باينين، وإزاي 19 واحد بس نجوا. الهروب كان بسرعة لدرجة إنهم ما قدروش يتصلوا برؤسائهم علشان يطلبوا المساعدة، فما فيش خطة غير تحصين الملجأ والانتظار. بيحصل جدال بين الجنود علشان كم واحد منهم عاوز يعمل حاجة، بس التانيين شايفين إنها مش مستاهلة. مارك فجأة بيقاطعهم لما بيجمع كل الأدلة، وأخيرا بيفهم إيه هم الأشباح. وميستوك استخبى تحت الحوض اللي مصنوع من السيراميك، والأشباح ما قدروش يلمسوا الأجزاء السيراميك اللي في الدبابات برضه، وبيتأذوا من الحديد والبرادة بتاعته لدرجة ممكن تقتل، وقادرين يعدوا من الحيطان بس مش من السيراميك. وده بيشير لأن دي حالة من تكاثف بوز أينشتاين، ودي حالة للمادة تنبأ بها ساتندرا بوز وألبرت أينشتاين. وعلشان تعمل حالة زي دي محتاجة طاقة كتير، وده بيفسر حقيقة إن الأشباح بيجوا من محطة الكهرباء في مازاروف، وده أكيد سلاح سابه العدو، ولو حد عملهم فده معناه كمان إنهم ممكن يتفككوا. مارك بيفتكر الاختراع اللي خلص قبل ما يجي هنا، اللي المفروض يقدر يضرب الأشباح بتفريغ بلازمي، وبيقترح إنهم يبنوا كام واحد منهم باستخدام كل المعدات اللي جابوها من القاعدة وأي إلكترونيات يقدروا يلاقوها في الملجأ. الجنود بعد كده بيبدأوا فورا يدوروا على كل القطع اللي ممكن تكون مفيدة، ومارك بينزل يشتغل وبيجمع أكبر عدد ممكن من الأسلحة. ومن ضمن المعدات اللي جابوها من القاعدة بيلاقوا روبوت سموه روتوايلر ميكانيك، وبيستخدموه علشان يركبوا كشاف جديد. وهم كمان بيبصوا على خريطة للمدينة، وبالمعلومات اللي فرام بتجمعها من السكان المحليين بيعملوا خطة علشان يطيروا لمحطة الكهرباء من خلال الطريق الأكثر أمان. وبعد ما أورلاند بيدي الفريق كلمة ملهمة بيتحركوا لمحطة الكهرباء، والروت وايلر بينور منصة محطة الكهرباء، والمجموعة الأولى من الجنود بتختبر الأسلحة الجديدة على كام شبح جايين. اختراع مارك بيشتغل كويس جدا، ولما بيتأكدوا إن أول مجموعة من الأشباح اتدمرت المجموعتين التانيين بيسيبوا الطيارات الهليكوبتر كمان. ودلوقتي كل منصة مسدودة، والجنود بيركزوا على قتال الأشباح واللي بييجوا باستمرار، والطيارة الهليكوبتر بتطير لقدام علشان تنزل مارك وفران واتنين حراس جوه المحطة. المجموعة بتتعرض لهجوم الأشباح أول ما بيدخلوا، فبيقرروا ينقسموا. الجنود بيبقوا بيقاتلوا، ومارك وفران بيدوروا على المعمل بأسرع ما يمكن علشان المقاتلين اللي بره مش عارفين هيقدروا يصمدوا قد إيه. الاتنين بيلاقوا باب مصفح، وأول ما فران بتهكر القفل بيقدروا يدخلوا المعمل الرئيسي أخيرا، وهناك بيكتشفوا إن العلماء كلهم ميتين. في صور أشعة بتشير لأنهم كانوا بيفحصوا بني آدمين على مستوى الجزيئات.
وبعد كده كانوا بيستخدموا طبعة ثلاثية الأبعاد خاصة علشان يستنسخوهم في شكل مكثف في خط تجميع كامل، وده بيأكد إن ده سلاح. ولما بيبصوا أعمق في المعمل، مارك وفران بيلاقوا عشرات الأشباح محبوسين جوه زنازين، نص دول متكسرين، وده معناه إن حادثة معينة سببت هروب مجموعة من الأشباح، والعلماء ما قدروش يوقفوهم ولا يسيطروا عليهم. بيلاقوا آلة فيها إجراء إيقاف طوارئ، بس فيها مصطلحات تقنية كتير هتحتاج فران شوية وقت علشان تترجمها. في الوقت نفسه بره، الجنود بيلاحظوا ان الاشباح الجداد قادرين يصلحوا نفسهم تاني، وده بيخليهم صعبين في القتال اكتر، وده معناه ان كام واحد من الرجاله بداوا يموتوا. فران بتقدر تفهم انهم محتاجين يفتحوا كل المنافذ وبعد كده يسحبوا دعامه علشان يحرروا الكابلات، وده المفروض يقتل كل الاشباح في نفس الوقت. مارك بيتسلق فوق الآلة، وفران بتضرب نار على الأشباح اللي بيهربوا من زنازينهم بنية إنهم يوقفوا مارك، وبره إعصار من قوة الأشباح بيتكون وبيزق الجنود لورا. واحد من الرجالة بيحاول يضرب في مركزه، وفي نفس الوقت مارك بيخلص سحب الكابلات والدعامة، وده بيسبب موجة صدمة بتخلي مارك يقع من على الآلة، وبتبعت الجنود اللي بره يطيروا. كل الأشباح بدأوا يتلاشوا، والجنود مش قادرين ما يعبروش عن الألم اللي في وشوشهم الشفافة وهم بيختفوا. فران بتروح تتفقد مارك، ودلوقتي وهم في الدور اللي تحت بيسمعوا صوت جاي من أوضة مخفية جوه. بيتفاجئوا لما بيلاقوا مخ وأجهزة عصبية طرفية لبني آدمين حقيقيين جوه كبسولات، علشان العلماء ما كانوش بيفحصوا الناس بس، دول كانوا بيستخدموهم علشان يصنعوا الأشباح ويسيطروا عليهم. هم مش ميتين بس مش عايشين بجد برضه، بس مارك بيقدر يعرف إنهم بيتألموا، فبيبدأ يفصلهم علشان يجيب لهم السلام ويرتاحوا. فران عايزة توقفه وبتقول انه لازم يفكر في الصورة الأكبر، بس مارك بيقول ان الصورة الأكبر هي بالظبط انه يعمل كده. ودلوقتي الأشباح اختفوا، والجيش الأمريكي يقدر يبعت ناس علشان ينقذوا الفريق ويودوهم قاعدة جديدة. وكام يوم بس بيمروا قبل ما الجنود بيطلعوا تاني علشان الحكومة عاوزاهم يستعيدوا الآلات من محطة الكهرباء علشان يعملوا هندسة عكسية عليها ويكتشفوا أسرارها. مارك بيقول وداعا لأورلاند وفران، وساري بتشكره باللغة الإنجليزية قبل ما يركب طيارة علشان يرجع لأمريكا. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.